أهلا بيكم معايا في أول يوم رمضان وفوازير أنت مين. وأول حلقة بتاعتنا هي التعارف. أنت مين؟ أنت مين؟ علشان نقدر نبني العلاقة بيننا وبين نفسنا محتاجين نتعامل فيها ونبص عليها شوية زي ما يكون لسه بتعرف على حد جديد. أنا عارفة إحنا بقالنا كتير مع بعضينا for a long time، لكن لو إحنا جداد في فكرة التعرف على النفس أو إن البني آدم يكتشف نفسه أو إن البني آدم يغوط شوية جواه عشان يعرف حاجات أعمق من اللي بيصطدم بيها كل يوم من الآخرين، وعايز يعرف فعلا فعلا هو مين، محتاج يقعد مع نفسه شوية وhopefully في هدوء من غير الناس اللي حوالينا، وبنقول لهم ممكن نقول لهم أنا قدامي والله 15 دقيقة هاقعد فيهم في الأوضة بتاعتي، محتاجة أروّق كده أعصابي، كوباية شاي بعد الفطار، قبل الفجر، وقت أنا باحبه وحاسة إن أنا أقدر فيه أبقى هادية ومرتاحة. في بعض الناس هتنبسط إنها تعمل الكلام ده وهي صايمة in the middle of the day، ممكن في نُص اليوم عايزة تقعد كده تروّق أعصابها، مش عايزة تفكّر في أكل ولا في شرب ولا في واجبات ولا في شغل ولا في أي حاجة. ده للناس حبايبنا اللي قاعدين في البيت. لو الناس بتشتغل يبقى ده أكتر وقت أنت اللي هتقدر أو أنتِ اللي هتقدري تفكّري إمتى الوقت اللي تقدري تاخدي فيه break. لو بتشتغلوا عندكم lunch break ومش هتاخدوا lunch عشان صايمين، ممكن يكون ده الوقت اللي بتقدروا إن أنتم تقعدوا فيه مع نفسكم وتمسكوا ورقة وقلم وتبتدي ننخنخ كده ونشوف إحنا مين. التعارف بيتم إزاي؟ فكروا لو هتقابلوا حد جديد أول حاجة بتعرفوها اسمه، سنه ممكن maybe لو مش عيب إن إحنا نسأل في السن ده. والحاجة التانية إحنا في بلادنا بنسأل بتشتغل إيه أو إيه الحاجة اللي بتعملها. اكتشفت إن دي حاجة ممكن في بلاد تانية تبقى عيب وما يصحش، لكن عشان إحنا بنعرف نفسنا فما فيش بيننا وبين بعض بقى حرج في الحتة دي، فممكن طبيعي جدًا إن أكتب المهنة وكأني أنا بامسك البطاقة وباشوف إيه اللي مكتوب فيها. فاسمي ياسمين أبو الحسن، سني مش هاقول لك عليه، المهنة life and relationship coach. لكن هل هو ده بس اللي أنا باعمله؟ ممكن يبقى عندي حاجات تانية أنا باعملها، ممكن أكون أم وزوجة وأخت وابنة و وإيه كمان، وصديقة، وعايزة ممكن أكون متطوعة في شغل معين أو في حاجة معينة. ممكن أكون جوايا عايزة أقول أنا فنانة، عايزة أقول أنا حرة، عايزة أقول اللي أنا عايزة أقوله. لو باقول أنا هاكتب قدامها إيه؟ أنا كده. أوكي، فعشان أساعد نفسي إن أنا أبتدي أقول أنا، هابتدي أفكر في حاجات بسيطة. فقُلنا الاسم، قُلنا السِن، قُلنا الشغلانة أو الأدوار اللي بنلعبها. ممكن نقول الصفات العامة اللي أنا متخيلة من نفسي، ممكن أكون أنا إيه؟ والله إنسانة، ماشي أوكي، آمم باحب الناس، أنا إيه؟ طيبة، ماشي، creative ممكن، funny يعني باحب أهزر وأضحك ومَرِحة، أوكي، كل اللي أنا عايزة أعرفه في البداية وعارفاه عن نفسي في البداية، فأقدر أقول أنا وأسيب الspace ده وأدّي نفسي الفرصة إني أفكّر. حتى أيًا ما كان اللي يطلع في الوقت ده، شيء رائع جدًا، جدًا، طالما حطيت نفسي وقُلت أنا وفكّرت، يبقى أنا عقلي كمان هيبتدي يفكّر كمان أنا إيه، أنا مين. ممكن يطلع ويبقى في جوايا شوية حاجات زعلانة شوية، فممكن تقول بقى إيه، أنا وِحشة، أنا تخينة، أنا ولا حد، أنا مش عارف إيه، ماشي جدًا، اكتب مش هيحصل حاجة. ليه؟ لإن again أنا ما أقدرش أغيّر حاجة من غير ما أعرف إيه اللي جوايا عشان أقدر أغيّره. فلو أنا وِحشة أو أنا زعلانة أو أنا مش قد كده أو أنا مش مبسوطة مع نفسي أو أنا مش باحب نفسي، إذا طلع الكلام ده أو طلع أي حاجة تانية، ما فيش ضرر إننا نكتب. ما فيش ضرر بالعكس، ده once إن هو طلع معناه إن هو مش هيفضل متخزن جوانا، هنيجي له في وقت تاني ونشتغل معاه في وقت تاني. في بعض الحاجات إحنا اتفقنا في الoperation manual بتاعنا اللي إحنا بنشتغل فيه، لسه مش هنحتاج إننا نروح لحد يساعدنا، فهنحاول إن إحنا نساعد نفسنا ونعرف إحنا بنعمل إيه. وفي وقت ممكن حاجة تبقى عميقة شوية محتاجة حد professional يساعدنا فيها، ساعتها هنبُص عليها ونشوف. إحنا بنحاول نشوف الجزئين، الحلو والوِحِش، أوكي، من غير مشاكل خالص وببساطة، من غير ما أحكُم، فما أجيش أقول مثلًا إيه، والله أنا حلوة وطيبة وبنت ناس،
أوكي، وبعدين ألاقي نفسي باقول لنفسي يا سلام! ما أنتِ دايمًا طبيعي هتقولي على نفسِك كده، أنا ما لحقتش أقول حاجة عشان أقعد أنتقد، فit's okay قولي اللي جواكِ، طلّعي اللي جواكِ، ما فيش أي مشكلة، ما حدش له عندِك حاجة، ده ورقة وقلم وأنتِ قاعدة مع نفسِك. فما تسرّعيش بإن أنتِ تتخيّلي إيه ده لو حد قرا الكلام ده هيشوف هيقول إيه، ولأ ييجي في بالِك بقى لأ أصل ماما كانت بتقول كذا وبابا كان بيقول كذا أو الناس قالت كذا أو ما أعرفش مين اللي متخانقة معاه قال كذا، الكلام ده كلّه ما ينفعش ومش عايزينه. اكتبي أنتِ شايفة نفسِك إيه، اكتب أنت شايف نفسك إيه، أنت حابب إيه عن نفسك. فاتفقنا أنا مين وإيه الأدوار اللي أنا بالعبها، وأنا شايف إيه عن نفسي، أعرف إيه عن نفسي. علشان أقدر أعمل ده كمان، نقدر نحط حتّة كمان، إيه اللي أنا باحبه في نفسي، إيه اللي أنا فعلًا، فعلًا باقدّره وباحبه في نفسي، وإيه اللي أنا زعلان منّه شوية في نفسي، بس. قولوا لي إيه اللي هيحصل، قولوا لي هتلاقوا إيه، وأشوفكم المرّة الجاية.